بالكرم موصوف شخصك بالكرم ومثل جدك صاير يا جد الكريم. بالكرم موصوف شخصك بالكرم ومثل جدك صاير يا جد الكريم. من كظم بالغيظ عودك من ما ظهر غيظ لو ان قلبه رحيم. لو عظم عالناس قدرك لو عظم كان ليك جد الوصوف خلق عظيم. ما هضم القاصد أبدا ما يهضم. الرضا ضامن زاير ضامن الريم. يابا ويداياك أصيل النسب من عودك. أصيل النسب من عودك ويداك ولع الصوب الشرف سعيه ويداك وجودك للبشر آية ويداك يا ابو محمد بحر يزقيل بريء صلوات. والآن مع فقرة الكلمة الصادقة لخطيب المنبر البارع شيخ علي الساعدي نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. الحمد والثناء لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أحب العالمين وسيد الأنبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد. أسعد الله أيامكم وأيامنا وأيام المؤمنين والأحرار بهذه المناسبة السعيدة، الولادة الميمونة لأنيس النفوس السلطان أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام. وبهذه المناسبة ومن هذا المكان الشريف نرفع أحلى آيات التهاني والتبريكات إلى الناحية المقدسة لمولانا صاحب العصر والزمان، ومن قبل ذلك لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله الأطهار، وإلى جميع العلماء، وإليكم بالخصوص أيها الحفل الكرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليكم الأفراح والسرور ببركة أنيس النفوس الإمام علي بن موسى الرضا، وببركة الصلاة على محمد وآل محمد. عتب أبو نؤاس أنك من أشعر الناس في زمانه، فلماذا لم تمدح علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه؟ فأنشد أبيات خلدها له التأريخ لأنها جاءت في حق الإمام المعصوم، وهنيئا له هذه الأبيات التي كتبها. قيل لي أنت أوحد الناس طرا
في فنون من الكلام النبيه، لك من جوهر الكلام بديع، يثمر الدر في يدي مجتنيه، فعلام تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعن فيه. قلت لا أهتدي لمدح إمام كان جبريل خادما لأبيه. اللهم صل على محمد وآل محمد. روي عن إمامنا الكاظم عليه السلام أنه كان يقول لبنيه: هذا أخوكم علي بن موسى الرضا عالم آل محمد، فاسألوه عن أديانكم واحفظوا ما يقول لكم، فإني سمعت أبي جعفر ابن محمد عليهما السلام غير مرة يقول لي: إن عالم آل محمد لفي صلبك، وليتني أدركته، فإنه سمي أمير المؤمنين علي عليه السلام. الحديث مع اختصاره يكون عن الإمام الرضا عليه السلام في محورين. المحور الأول: من هو الإمام الرضا عليه السلام؟ المحور الأول: من هو الإمام الرضا؟ وهذا السؤال لابد أن يطرح في هذه المحافل لكي تتعلم الناس وتتعرف على الإمام سلام الله عليه. وفي هذا السؤال يوجد جواب في نقطتين. النقطة الأولى أنه نتعرف على الإمام سلام الله عليه ونجيب على هذا السؤال: من هو الإمام الرضا عليه السلام؟ من خلال معرفتنا بالحسب والنسب الشريف الذي ينتمي إليه الإمام سلام الله عليه، أو كما يعبر في مصطلحات هذه الأيام وهذه الأزمنة بالهوية الشخصية أو البطاقة التعريفية للإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. هو علي بن موسى ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، هو ابن فاطمة الزهراء، هو ابن رسول الله محمد. فهو من جهة الأب ينتمي إلى هذه السلسلة التي عرفت بالسلسلة الذهبية، هذه الأسماء الطيبة الطاهرة التي قيل عنها أنها لو قرأت على مجنون لأفاق من جنونه لشدة عظمتها ولكثرة بركتها صلوات الله عليهم أجمعين. اسمه علي، وهذا الاسم جاء من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله، هو الذي قال من ذلك اليوم: ويخرج من صلب موسى ابنه علي، هو الذي سماه بهذا الاسم. أمه تلك المرأة الطيبة التي تعرف بتكتم، وإن من عظم شأنها أن الإمام الكاظم سلام الله عليه يقول لأصحابه: إني ما تزوجت هذه المرأة إلا بوحي من الله وبأمر من رسول الله صلى الله عليه وآله. فقيل له: يا ابن رسول الله، هل نزل عليك الوحي أم أنك رأيت النبي؟ قال: اعلموا رأيت رسول الله في المنام بيده قطعة قماش فتحها وإذا بها قطعة من حرير، في داخل تلك القطعة فيها صورة هذه الجارية، وقال لي: تزوجها فإنها ستلد لك خير أهل الأرض من بعدك. اللهم صل على محمد. يكفيها فخرا وعظمة أن المعصوم
هو الذي يلقبها. تقول الأحاديث والروايات التاريخية أن الإمام الكاظم بدل اسمها وغير اسمها، وذلك عندما ولدت الإمام الرضا، عندما أنجبت علي بن موسى الرضا، يقول سماها بالطاهرة، فكانت اسم أو اسما على مسمى، كانت اسما على مسمى سلام الله عليها، طاهرة وعفيفة، كانت شديدة العبادة، فقيهة عارفة. يقال وينقل أنها في الأيام الأول أو السنة الأولى قالت هل من مرضعة تعينني على رضاعة ولدي الرضا؟ فقيل هل جف اللبن؟ قالت لا والله ولا قل، ولكن علي ورد أريد أن أؤديه لله سبحانه وتعالى. هذه المرأة اللي كانت تطوف واستلمت الحجر بيدها اليسرى أو اليمنى على فرق، فناداها أحد من المذاهب الأخرى يا أمة الله لقد جئت بشيء بخلاف السنة. قالت إنا أو نحن أغنياء عن فقهك وعن سنتك. إحنا وين؟ إحنا عايشين. هذه المرأة الطيبة، ويكفيها فخرا أن الله سبحانه وتعالى اختارها من دون نساء زمانها ومن دون نساء الإمام الكاظم. يعني الإمام الكاظم كان له أكثر من امرأة، بأن اختارها أن تكون أما على الأقل اللي متعارف والمتيقن إلى 3 أولاد، 2 من الذكور و1 أنثى، وكل هؤلاء ال3 لهم قدر عظيم وشأن كبير عند الله وعند محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فهي أم المعصوم علي بن موسى الرضا عليه السلام، وهي أم كريمة أهل البيت فاطمة بنت موسى بن جعفر، هذه التي ورد في حقها رواية صحيحة السند رواها ابن قولويه عن علي بن إبراهيم عن أبي عن سعد بن سعد الأشعري القمي أنه لما زار الإمام الرضا في خراسان سأل الإمام الرضا قال له يا ابن رسول الله ما لمن زار قبر فاطمة بنت موسى؟ قال من زارها وجبت له الجنة. اللهم صل. وهي أيضا لذلك الرجل العظيم القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر، صاحب الكرامات وصاحب المزايا العظيمة وصاحب الشأن العظيم التي وجدت عنده. ذلك الذي ينقل في بعض الكتب أنه ورد عن الإمام الرضا من زاره كان كمن زارني، كما ورد نص هذا الحديث أيضا في فضل زيارة السيدة المعصومة سلام الله عليها. الإمام الرضا إكمالا إلى البطاقة التعريفية ولد في اليوم 11 من ذي القعدة سنة 148 سلام الله عليه. هذا اليوم المبارك، اليوم العظيم، اليوم الزاهر الذي كان الإمام الكاظم عليه السلام بل كان كل الشيعة ينتظرون هذا الإمام وهذا اليوم المبارك سلام الله عليه. عاش سلام الله عليه ما يقارب 55 سنة، لأن شهادته 17 من صفر سنة 203، 55 سنة عاش الإمام سلام الله عليه. ألقابه لإتمام التعريف من هو الإمام علي بن موسى الرضا ونطل له، ألقابه كثيرة أشهرها الرضا، وإنما لقب بالرضا كما قال الجواد روحي له الفداء. نسأل الله بحق الإمام الرضا أن يرزقنا زيارة ولده الجواد في القريب العاجل. الإمام الجواد يسألونه يقولون له يا ابن رسول الله إن القوم يزعمون بأن المأمون هو الذي لقب أباك بالرضا. قال كذبوا على الله وفجروا، والله إن الله هو الذي سماه بالرضا، لأنه رضي في السماء عند أهل السماء
ورضي في الأرض عند أهل الأرض. قال: كلكم كذلك يا ابن رسول الله؟ قال: صحيح، ولكن أبي رضي به الموافق والمخالف. وأفضل وأوضح صورة على أن المخالفين كانوا رضوا بالإمام الرضا في قضية نيسابور أو نيشابور، حديث السلسلة. لما مر الإمام خرج علماء نيسابور اللي يمكن 5 أو 97% من أبناء العامة كلهم كانوا يتمنون أن يروا الإمام الرضا. رأوه وقالوا له: يا ابن رسول الله، نريد أن نسمع منك حديثا سمعته عن آبائك عن جدك رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الطلب يدل على أنهم مقتنعين راضين بالإمام الرضا عليه السلام. فقال الإمام بذلك الحديث المتعارف: سمعت أبي عن أبي عن علي بن أبي طالب عن رسول الله عن جبرائيل عن الله، كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل في حصني أمن من عذابي. ثم سار، ثم أخرج مرة ثانية رأسه وقال: ولكن بشروطها، وأنا من شروطها، يعني ولاية أهل البيت التي تمثلت في الآن في هذا الزمن، وأنا من شروطها أي ولاية آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولهذا الإمام هو يأكد على الولاية. الشيء بالشيء يذكر. يقول الإمام سلام الله عليه: تمام الدين ولايتنا والبراءة من أعدائنا. اللي يريد يكمل دينه: اليوم أكملت لكم دينكم، بولايتنا يقول الإمام وبالبراءة من أعدائنا. الجواب الثاني: من هو الإمام الرضا؟ نتعرف عليه من خلال ما ورد عن المعصومين في حقه. جواب ثاني: وصدقني لا يعرف المعصوم إلا المعصوم، ولا يعرف قدر المعصوم إلا المعصوم. هناك روايات عن النبي وأمير المؤمنين والباقر والصادق والكاظم، وعن الرضا نفسه، وعن الجواد، وعن الهادي عليهم السلام. 8 من المعصومين كلهم ينقلون لنا من هو الإمام الرضا من خلال بيان فضل زيارة الإمام الرضا عليه السلام. تريد تعرف من الإمام الرضا؟ عندما تسمع أن ثواب زيارة الإمام الرضا أن تغفر له جميع ذنوبه، ولو كانت بعدد قطر المطر وورق الشجر. عندما تريد أن تعرف من هو الإمام الرضا، فاعرف أنه متى ما أتيت إلى قبر الرضا وطلبت فإن الحوائج مقضية بأنه باب الحوائج. وهذه هدية الميلاد مو من عندي، من الإمام الهادي عليه السلام. رواية عن المعصوم تبين لنا من هو الإمام الرضا، وهدية لكم ولمن يستمع إلينا. شو يقول الإمام الهادي؟ من كان له عند الله حاجة. كلنا عندنا حوائج، وكل الناس تسألنا: شيخنا إذا واحد عنده حاجة ماكو فد ورد، ماكو فد عمل، ماكو فد هذا. اللي عنده حاجة الإمام الهادي يعلمنا ويبين من خلال هاي الرواية من هو الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. من كانت له عند الله حاجة فليزر قبر أبي علي بن موسى الرضا في خراسان، وليكن على غسل، وليصلي عند رأسه ركعتين، وليصلي عند رأسه ركعتين، ويطلب حاجته في القنوت. فإنها تقضى ضمان منين؟ من الإمام الهادي. فإنها تقضى إلا إذا كانت في مأثمة أو قطيعة رحم. إلا واحد يطلب معصية والعياذ بالله، أو يقطع رحم يريد هذا. إذن هذا الإنسان اللي هزقد حاجة تنقضي، شنو من هذا الإنسان؟ إذا عرفت أن تعرف الإمام الرضا من هو، فانظر إلى الإمام
الصادق والكاظم عندما يقولون ويعرفونه بأنه عالم آل محمد. إذا أردت أن تعرف من هو الإمام الرضا عليه السلام فاسمع ما يقول جده رسول الله صلى الله عليه وآله في حقه. الرواية ينقلها في كثير من الكتب وبأسناد عامة وخاصة. يقول النبي صلى الله عليه وآله: يخرج من صلب موسى علي ابنه يدعى بالرضا، حتى اللقب من النبي يدعى بالرضا. شنو هذا يا ابن الرسول؟ قال: موضع العلم ومعدن الحلم. موضع العلم ومعدن الحلم. أنا يمكن أطلت، ولكن المحور الثاني راح أختصر به، وهي مظاهر، أو هذا المحور وهو مظاهر من شخصية الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. وأول مظهر من مظاهره هو مظهر العبودية، مظهر الخضوع والتخشع، مظهر حقيقة العبد الفقير المسكين لله سبحانه وتعالى. كم من وكيفا، كم من ينقل في بعض النصوص اليوم، شفت كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، وكيفا يقول كان يتلو القرآن، ولكن بكيفية أنه يقف على كل آية يتلوها، يقف على كل آية يتلوها، ينظر فيها كما يقول إني لأختم القرآن في 3 أيام، وإني لأقدر أقل من ذلك، ولكن أقف على كل آية أنظر متى نزلت وفي من نزلت وماذا يريد الله منها. العبادة عند الإمام الرضا عليه السلام مو بس كانت طقوس دينية، كل الأعمال التي كان يقوم بها كان يتقرب ويتعبد بها إلى الله سبحانه وتعالى. إذن إذا أردنا أن نستفيد درس اليوم من الإمام الرضا فلنتعلم العبودية الحقيقية إلى الله سبحانه وتعالى من خلال مظهر العبودية الذي كان في شخصية الإمام الرضا عليه السلام. المظهر الثاني من شخصية الإمام سلام الله عليه ألا وهو المظهر الواضح في سيرته، السخاء والكرم والإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى. كله عطاء، كله عطاء، حتى ينقل أنه لما كان في خراسان وكان يوم عرفة، يوم الخير، يوم التوجه إلى الله، يوم الارتباط بالله سبحانه وتعالى، أخرج جميع ما عنده وأعطاه للفقراء. وهاي ترى رسالة إن سنة، خوش سنة حلوة. يوم عرفة الإنسان إيش قد ما عنده خلي ينطي، لأن ظاهرا بها أثر عظيم. هنا كان أو بمكة وين ما كان، أنفق جميع ما عنده على الفقراء. فأنكر عليه الفضل بن سهل، قال له شنو؟ وقال له يا علي بن موسى الرضا إن هذا مغرم، هذه خسارة أن تعطي كل أموالك الطلب. فقال الإمام سلام الله عليه بل هو المغنم، بالعكس هذا غنم، هذا ربح. ما عند الله، ما عندكم ينفد وما عند الله ما يبقى. بل هو المغنم، لا تعدن مغرما ما ابتغيت به أجرا وكرما. اللي تبتغي به الثواب والأجر والكرام لا تعتبره مغنم، بالعكس مغرم، اعتبره مغنم، لأن الشغل وي الله، لأن الشغل وي أكرم الأكرمين. من كرمه لما كانوا يجيبون له بالطعام
ويخلوا له بالصفحة يعني بالصينية كمان عبر عنا اليوم احنا شو يقول احملوه للفقراء ودوا دزوا. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم. قال إن الله علم أنه لا يستطيع كل إنسان أن يعتق برقبة، فجعل عوض العتق الإطعام. هذا الإطعام وبعد قصص كثيرة، لكن الوقت هذا. الثالث ونختم به المجلس، ألا أنه العالم وهو الإمام المعصوم، والمنصب الدنيا والظاهر السياسي هم عنده ولي العهد، لكن مع كل ذلك يدخل إلى الحمام ويسمع. يجي واحد جندي يقولون بنص العبارة جندي، فيقول له قم يا هذا اسكب على ظهر الماء ودلك ظهري. الإمام هم يقول بعدين هذا ابو الحمام شو يقول له هذا ماذا تصنع ولك انت جبت النار على نفسك، هذا علي بن موسى الرضا هذا. قال له سيدي لما لا تنهرني، لما ما نهيتني، ليش خلتني؟ قال له ولما أنهاك عن أمر فيه أجر وثواب إلي. أنقل لكم صورة من التواضع ممكن ما سامعينها عن الإمام الرضا. أبو الصلت الهروي يدخل على الإمام يقول يا ابن رسول الله إن بعض أصحابكم جماعتكم يقولون أنكم تقولون الناس عبيد لنا، أنتم تقولون نحن هذا والناس عبيد. فالإمام قال الله يشهد فاطر السماوات والأرض، يشهد بأني لم أقل ذلك ولم أسمع عن أحد من آبائي يقول بذلك. لا نقول ذلك، كيف يكونون عبيد لنا؟ هذا تواضع نوع من الإمام. احنا خدام لأهل البيت، عبيد لأهل البيت، لكن الإمام ما يقول. الإمام الرضا عليه السلام من مظاهره الواضحة في شخصيته هو ذلك التواضع، حتى لما كان يلبس الثياب الفخرة أو يجي واحد ويقول له لو تلبس أدون من ذلك، هذا أبو سفيان الثوري، لو لا تلبس أدون من ذلك أنت جدك علي بن أبي طالب. يقول أخذ الإمام يده يد ذاك الشخص برفق وأدخلها داخل الثياب فوجد الثياب الخشنة ملتصقة بجلد الإمام. هذا للناس وهذا لربنا، احنا ويا الله. التواضع عند الإمام الرضا عندما ينهر ذلك الشخص. يقول الإمام في سفره إلى خراسان وضعوا السفرة وجمع عليها جميع الخدم والحشم، فقال له رجل يا هذا وانت خوفك من هذا هو اللي خرب الشغل، هذا اللي ينفخ الإنسان ويطيره، ينفخه ويطيره، هذا اللي يجي يبوس باليدين ويجي يمسح بالاشتاف، وهذا اللي يجي يركض وراك ويسوي لك هوسة، وهذا اللي يسوي لك ما أدري شو، هو هذا خوفك من عنده. هذا هم جاي يتملق للإمام يقول له يا سيدي لو عزلت لهم انت خوش يعني اعطيتهم. قال ومما هذا الرب واحد والأب واحد والأم واحدة، وإنما التفاضل بالأعمال. اليوم الإنسان اللي يريد يصير هو أحسن من غيره بالأعمال، ولا يتفاخر هم، ترى بس يتفاخر ماذا. ولهذا الأئمة دائما الإمام صار يوصي أن انظر إلى من هو فوقك بالعبادة، هذا بالعبادة فوقك باعله حتى تستحقر نفسك، وانظر إلى من هو دونك في الرزق، هذا حتى تحمد الله والشكر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الدروس والعبر من سيرة إمامنا الرضا، ونسأل الله بحقه أن يقضي حوائجنا ويشفي مرضانا ويرحم علماءنا وشهداءنا وأمواتنا بحق إمامنا الرضا وببركة الصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.